زهقتي من الفينو وبقى مكلف عليكي، عندك اكتر من طفل بيروح المدرسة؟ تعالي نقول كده فكرة حلوة للمدارس ولسندوتشات المدرسة. هنعمل عيش كده جميل اقتصادي جدا، وهيبقى فكرة جديدة كده لسندوتشات المدرسة، وهينفع بالذات الاطفال اللي ما بتحبش الجبن وما بتاكلش غير لحوم. تعالي نقول النهارده بردك شوية افكار هتفرق معاكي كتير، وان شاء الله توفري كده شوية من فلوس الفينو. ولو زهقتي كمان من الفينو، المسألة مش ساعات ما بتبقاش توفير وبس. هنعمل كده عيش اقتصادي مع بعض في قلب البيت، وحلو جدا جدا للمدارس. بس لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها، وخشي شوفي الفيديوهات اللي فاتت، ان شاء الله هتلاقي فيها افكار كتير تعجبك. وتابعي اللي جاي، افكار كتير ان شاء الله، وبالذات للمدارس. هنعمل كده مع بعض عيش اقتصادي بأحجام كتير، يعني في الكبير دوت وفي الصغير دوت، بيبقى حلو جدا. وهنشوف هنعمله ازاي، وهنشوف هنحفظه ازاي في الفريزر او في التلاجة عشان تعمليه كمية مع بعض وتشيليه كل يوم، تطلعي منه مش كل يوم، يعني يوم من العيش دوت، يوم من الفينو، يوم عيش بلدي، يوم عيش شامي، زي ما يكون. بس هو هيوفر معاكي كتير، لان ب3 كوبايات بس دي صغيرين، يعني ربع كيلو هتعملي كل الكمية اللي انت شايفاها دي. فهو الصراحة يعني انا عملته لان الفينو مستفزني كل يوم يغلوه، لحد ما بقى يعني ايه 3 ب5 ورفيع جدا وملوش اي معنى. فاللي عنده اكتر من طفل بتبقى عنده طبعا ايه ازمة في موضوع الفينو دوت. تعالي نشوف كده هنعمله ازاي وهنخزنه ازاي، وايه السندوتشات كمان اللي ممكن نحطها فيه غير اللحوم، للاطفال طبعا اللي ما بتاكلش غير جبن. بصي بيبقى حلو جدا في البطاطس، لان كلنا عارفين كريب البطاطس. يعني اولادي ما بياكلوش سندوتشات البطاطس خالص، لو بالفينو او بالعيش وياخدوها المدرسه ياكلوها في البيت، لكن المدرسه لا. لكن لو اتعملت بالطريقه دي بالعيش دوت بتتاكل وبتبقى جميله جدا، ما بتبقاش زي الفينو او زي العيش الصراحه. فجربيها كده لو اولادك ما بياكلوش غير لحوم، وهيبقى يوم كده تغيير. وبرضك عملت بانيه يعني ايه، وطبعا الجبنه الموتزاريلا مش اساسي. تمام. وممكن تلفيه زي ما انا لفيته كده رول، وممكن تلفيه مثلث. طبعا الحجم الصغير ده بيبقى حلو جدا، لان بيبقى يعني ايه سندوتش صغير كده على قد المسكه. يا اما تعمليه رول وتسيبه لهم زي ما هو صحيح، او مثلا تعمليه رول وتقسميه 2 زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. بصراحه في العيش ده بيبقى احلى حاجه للبطاطس المحمره. هنعمل افكار مع بعض كتير جدا للسندوتشات، افكار هتفرق معاكي كتير. لو زهقتي من الجبن، او لو بقت مكلفة عليكي، او لو اطفالك كده زي حالتنا ما بياكلوش جبن اصلا. ممكن برضك تجيبي كيس موتزاريلا كده في اول الشهر، تحطي منه شويه كده في بعض السندوتشات اللي زي دي، برضو بتبقى حلوه، ممكن تستغني عنها خالص. ممكن تحطي بقى كاتشب، ممكن تحطي زيتون، اي حاجه هما بيحبوها في السندوتشات. وممكن بطاطس كده لوحدها ساده بتبقى حلوه. فلو قطعتين بانيه، قطعتين شويه بطاطس، فهتبقى موفرة معاكي جدا. الصراحة العيش دوت موفر اكتر من الفينو بكتير، وحلو جدا. وبيبقى حلو برضو لما بيبرد، يعني احنا كده يعني السندوتشات بعد ما بنلفها كده لسه بنعملها على النار على الطاسة اللي عملنا فيها العيش اصلا. وهنشوف هنعمله ازاي، وهنشوف هنكمل تسوية السندوتش ازاي بعد ما لفيناه. بس تعالي الاول كده اقولك ازاي تحفظيه في الفريزر وفي التلاجة لو عملتي كمية. طبعا اللي هتعمليه سندوتشات بيه تاني يوم مفيش مشكلة لو سبتيه في التلاجة، بس الباقي حطيه في الفريزر، ولكن مش على بعضه، لان هو لما هيجمد مش هتعرفي تفككيه من بعضه. حطي اللي يكفي اليوم الواحد، يعني اليوم الواحد هتستخدمي 3، هتستخدمي 2، هتستخدمي 4، ايا كان، هما دول اللي تحطيهم مع بعض. تمام. ممكن تحطيه في كيس وتحطيه مفروض زي ما هو كده في الفريزر، وممكن تلفيه كده رولي لو مفيش مساحة مفيش اي مشكلة. هتطلعيه الصبح بدري كده اول ما تصحي وتسيبيه يفك شوية مع بال ما تخلصي الحاجة اللي هتحطيها في السندوتشات، مع بال ما تلبسه كده. ممكن تعمليه طبعا الحجم الكبير دوت، ممكن تعمليه الصغير، ممكن تعمليه وسط، زي ما انت عايزة، مفيش مشكلة برضو. ولو عندك ميكرويف، هو بيدخل الميكرويف كده ثواني وهتلاقيه فك ورجع زي ما كنتي عاملاه بالظبط. الصراحة كمية حلوة من ربع كيلو دقيق، هنعمل سندوتشات كتير جدا كام يوم. وده كده بعد ما عملتهم في الطاسة. تعالي بقى نبدأ ونشوف ازاي عملنا العيش ده بشكل اقتصادي. انا حبيت اوريكم الاول الفكرة بتاعت السندوتشات، لان في ناس عادي بتعرف تعمل عيش الكريب الاقتصادي اللي غير مكلف، ولكن بيبقى فايت عليها ان هي مفكر تعمله كسندوتشات في المدارس. تعالي بقى نبدأ. انا احط 3 كوبايات دي من الكوبايات العادية بتاعت الشاي،
هما دول ربع كيلو تقريبا بالظبط. وحطيت كده ربع معلقة ملح، ويعني نص معلقة ملح صغيرة جدا، ونص معلقة سكر برضو صغيرة. وهحط 3 معالق زيت لكل كوباية دقيق، معلقة زيت. ما تكتريش عشان مش بيبقى حلو لما الزيت بيكتر. تمام. واحط عليهم برضو 3 كوبايات ميه، ممكن يزيدوا ربع كوبايه نص كوبايه على حسب نوع الدقيق. فكده يعني تقريبا كل كوبايه دقيق خدت كوبايه وشويه ميه، شويه صغيرين. وبرضو على حسب نوع الدقيق اللي عندك، بنزل بالكوبايتين وبقلب مره واحده، وبعد كده الكوبايه التالتة بنزل بيها واحده واحده لحد ما اشوف هو هيحتاج قد ايه. وهنشوف دلوقتي القوام المظبوط بتاعها. انا كده نزلت ب3 كوبايات ميه ومعاهم ربع كوبايه زياده. بص لازم تبقى بالسمك دوت، مش تقيله ومش خفيفه، يعني مش عامله زي الميه ومش خفيفه، ومش قصدي تقيله. تمام. هوريها لكم دلوقتي على المعلقه، تبقى كده بالظبط. ماشي. وهتجيبي بقى ازازه، ممكن تحطيها في ازازه عشان تسهل عليكي انك تنزلي بيها في الطاسه، وهنشوف دلوقتي ازاي هنعملها في الطاسه. يعني بقمع كده تحطيها في ازازه، او تجيبي كبشه، او تجيبي كده كوبايه او حاجه ليها بوز عشان تسهل عليكي الايه، التسويه. على طاسه بقى كده على النار، ويفضل يكون طبعا طاسه ما بتلزقش. وهندهنها كده دهنه زيت بسيطه، وهننزل كده بكبشه، ولازم كده تلفيها كده في الطاسه عشان تبقى في كل مكان وتاخد شكل التدويره. كنت عايزه بقول لكم ان لو اتقطعت منك كده على جنب او في النص مفيش مشكله خالص، هتجيبي شويه كده من العجين بمعلقه صغيره وتحطيه، هترجع تلزق في بعضها تاني. فلو اتقطعت منك وانتي بتقلبيها او حاجه ما تقوليش ان هي ايه باظت. اول ما هتلاقيها فكت كده من الطاسه، هي هتلاقيها قبت كده لوحدها وطلعت من الطروف وخدت لون زي كده، تروحي قلبها على الناحيه التانية، تاخد تسوية وهتطلعيها وهتحطي اللي بعديها. الموضوع بيبقى سهل خالص وما بياخدش وقت ولا وقفة. حضريه مرة واحدة، اعمليه بكيلو دي على بعضه، اعمليه بنص كيلو زي ما انت عايزة. انا عملت ربع كيلو، حبيت اوريكم الكمية بتاعت ربع كيلو. طلعت قد ايه؟ شايفين العيش ما شاء الله طري ازاي وجميل جدا. وحاجة الصراحة يعني تغيير، يعني من ناحية تغيير ومن ناحية توفير الاتنين، وبيبقى حلو جدا لسندوتشات المدرسة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، حبيت اديكم فكرة كده بسيطة تستنفعي بيها في السندوتشات. يعني كلنا بنصحى الصبح محتارين، والاولاد بيبقوا زهقوا من تكرار السندوتشات. فلو وصلتي بقى معايا لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يرفع الفيديو غيرك يستفاد بيه، وقولي لي كومنت حلو كده منك. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه، في افكار كتير حلوه للمدارس عشان كلنا بنحتاس في الموضوع ده. التركه بقى اللي ناقصه ان انت بعد ما تلفي السندوتشات رول كده في نفس الطاسه اللي انت عملتي بيها برضو مدهونه دهنه زيت خفيفه، وهتعملي كده السندوتشات على الجنبين، هتاخد لون خفيف على الجنب ده تقلبيها على الجنب ده، وهتبقى كده استوت والسندوتشات جاهزه وزي الفل. وزي ما قلت لكم مش شرط خالص الموتزاريلا، هي كده يعني ايه موجوده عندي فحطيتها، وبتبقى سندوتشات حلوه جدا وماسكه كده نفسها وما بتفكش ابدا. بشوفكم كده في فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.